وتنضم إلينا من السليمانية الناشطة المدنية ماري محمد. ماري، مساء الخير. أهلا وسهلا، مساء النور. يعني سمعناك في الفيديو وقد وجهت العديد من النداءات ولا سيما لرئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي. هل يعني تمت الاستجابة لهذه النداءات؟ هل اتصل بك أحد؟ هل تواصل معك أحد يعني يعرف ماذا تريدين ويستمع إلى الشكوى التي تقولينها؟ لحد الآن لا، ما وصلتني، ما جاني أي اتصال. وناشدت سيادة الرئيس مصطفى الكاظمي، وناشدت أيضا القائد عفوا، بس يعني أتمنى تعطوني حقي. تفضلي. السيد عبد الوهاب الساعدي. نعم. ناشدتهم اثنيناتهم. ليش؟ لأنه أني بالنسبة لهم يعني في غنى أنه هو رئيس وزراء. دا تشوف عرضك أنه ايش دا يصير بي. اوكي، اني ما رايده، اني ما دا اقول له تعالوا اليوم اكشف عن الجهه هذول اللي خطفتني، منو هذول، اني هذا كله ما اريد. من هي هذه الجهه يعني؟ جزء صعب. من هي هذه الجهه ماري؟ من هي؟ ما اعرفها، اني ما اعرفها، يعني هي كانت جهه مجهوله. واني ايضا هسه من دا اناشد، ما دا اطالب انه يجب الكشف عن هذه الجهه او ملاحقتها، لا، اني هذا الشيء ما اريده. ليش؟ لانه اني اريد اعيش. اني هسه كل اللي اريده من سياده رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي انه اللي اريده الامان لا اكثر. اني اريد اعيش، اريد ارجع. طيب يعني لو تعطينا بعض تفاصيل يعني ما حصل أريد أرجع معك. لبغداد، أريد أرجع لأهلي. نعم، ولكن لو تعطينا بعض تفاصيل يعني ما حصل معك، كيف اختطفتي، هل تعرفتي إلى وجوه الخاطفين، هل يعني نقلوك إلى مكان بعيد، كل هذه التفاصيل. نعم، اختطفت طبعا 8/11، مو 10/11، اختطفت 8/11، لكن ورا يومين افتقدوني. انخطفت قريب من ساحة التظاهرات، الساحة اللي كانت اسمها تقاطع المسبح أو هيك شي. كنت رايحة أريد أروح أفيز، لأنه بقتها كان ماكو عندنا إنترنت. نعم. مقطوع الإنترنت. أريد أفيز حتى أطلع تركيا، لأنه جتني تهديدات بشأن الفيديو اللي انتشر عن أبو العدس. فساعة تقريبا 7-6 من هناك جتي سيارات سود، يعني هسه توني كنت طالعة أني بسيارتي، صارت مقابيل السيارات، نزلوا هي الجهة هذه اللي اختطفتني. ملثمين طبعا، لابسين الثام أسود، أني ما قدرت أشوف وجههم. أخذوني خلوني بسياراتهم تقريبا ربع ساعة هيك شي. وصلت للمكان اللي هم ودوني. أيضا كانت عيوني مشدودة، كل شي ما شفت ولا اندليت أيضا وين. بس قلت لهم فدوى انتم خو راح تقتلوني؟ قالوا لي لا، بس مجرد تحقيقات ونطلع. طبعا انا حاحكي لكم هذا الشيء باختصار. بقيت تقريبا 5-6 أيام اثناء التحقيقات، يوميا يحققون ويا اكو جهه مولج، اكو احد يمولج، هاي كلها يعني هاي السوالف. قلت لهم اني ماكو احد يمولني ولا اكو جهه تدعمني. طبعا هم ما اخذوا بكلامي، قالوا له احنا ما راح ناخذ بكلامك، احنا راح نحقق وراح نشوف. يعني هم من خلال تحقيقاتهم وبعد ما اعرف شنو اللي يسووا، قالوا احنا راح نعرف اذا كان اكو احد يمولك او دعمك او لا. عرفوا انه ماكو احد يمولني، ماكو احد يدعمني، كل هذه عرفوها قبل لا اطلع ب4 أيام. طبعا كانت اكو جهه يوميه تجي تحقق وياي بهذا المكان اللي اني كنت بيه، واكو جهات كانت تجي، كانوا لما تجي بالليل ياخذوني هم يطلعوني هيش ساعتين يرجعوني لنفس المكان. اقول لهم ليش؟ يقولوا لي على انه هاي الجهه يريدون ياخذوك ويأذوك، واحنا ما نريدهم يأذوك ويبقون يمهم. فعلا اني هاي اللي كنت يمهم، هم ما اذوني. بعدها قبل لا اطلع ب4 أيام اخذتني هاي غير جهه، بقيت يمهم هي بشأن هذا الفيديو. نعم. صوروني هذا الفيديو. نعم. يعني كان تحت تهديد السلاح. نعم. هل تلقيت يعني أي تهديدات يعني من بعد ما تم الإفراج عنك؟ لا، بعد ما تصور هذا الفيديو. طبعا هذا الفيديو يعني بقى أكثر من مرة لحد ما أظهر بصورة طبيعية. تصور الفيديو ووعدوني إنه ما راح ينشر إذا أنا ما وصلت للمظاهرات. وعلما مو بس فقط فيديو وأيضا بصمت ووقعت على ورقة أنا ما أعرف شنو هي ولا شفتها شنو هي، لأنه كانت عيوني مشدودة.
والفيديو وعدوني قالوا لي ما راح ينتشر، وطلعت اني خفت رحت سافرت تركيا، صارت اوضاع كورونا انحجرت بهاي الفتره كلها الفيديو ما نزل. فاطمئنيت قلت الحمد لله جوز نسوني لانه فعلا عرفوا اني ما عندي شيء. رجعت هسه هاي اتفاجئ القاهم منزلين الفيديو، اني ما رجعت لا للتظاهرات ولا الي لازم بعد نهائيا ما شاركت باي شيء. ليش نزلوه اني ما دا اعرف. والفيديو طبعا هو طويل، مو بس هذا، بي بعد ايضا حكيت بيه هوايه عن شخصيات، وايضا عن الشيخ عبد الله، هو اوكي هذا اللي نزل، وبعد عن الشيخ النائب طالب الخربيط، وبعد هواي اسماء أنا ما أعرفه. أنا يعني حتى الشيخ عبد الله النائب الشيخ عبد الله أنا ما أعرفه ولا وصلت له ولا رايحت له. طيب يعني ما هي المطالب الأساسية الآن التي تطالبين بها؟ يعني ماذا تريدين بعد كل ما جرى معك؟ أرجع نفس مطلبي هو اللي أريده، وإذا سيادة الرئيس الوزراء مصطفى الكاظمي إذا ما قدر ينفذ لي هو يعني حقي هذا الشيء وبسيط بالنسبة إلي، بس إذا يشوفوه هو صعب أوكي أني أناشد رئيس الجمهورية برهم صالح. أنا كل اللي أريده حاليا الأمان، ما أريد أي شيء، أنا فقط بس أريد أعيش خلاص. كل شيء ما أريد، مالي لازم، ما حتى هم ما أريد أعرفهم منو ما أريد أعرفهم، ما أريد. أنا كل اللي أريده بس أريد أعيش فقط، أريد الأمان. يا أما أرجع لبغداد لأهلي وأمان، يا أما ما أعرف. شكرا للناشطة المدنية مريم محمد التي كانت معنا مباشرة